مين فينا جنب دراسته او جنب مجال عمله الاساسي ما فكرش ان هو يجيب فلوس او يزود دخله الاساسي؟ في الفيديو ده هعرفك ازاي تعمل كده وانت قاعد في البيت ومن غير اي راس مال. يلا بينا نبتدي. خش لي بالانترو. I'm a bad man, taking on the world with a gun in hand. Find my trail where the blood ran. 'Cause I'm a bad man, I'm a bad man, taking my time in the killing fields, ripping the cover from the selling seal. Yeah, I'm a bad man. طبعا الدنيا اتقدمت والتكنولوجيا اتطورت. الفريلانسنج او العمل الحر على الانترنت بقت طريقه مشهوره جدا عشان تعمل فلوس او عشان تعمل دخل اضافي، سواء هتعمل الفلوس دي جنب شغلك او جنب دراستك او حتى اذا كنت عايز تخلي ده دخلك الاساسي. طب ايه هي المنصات اللي انا اقدر اشتغل عليها؟ عن تجربه شخصيه من افضل المنصات اللي انت تقدر تشتغل عليها هي منصه ابورك. طب بقول لك ايه، ليش انا ما اعرفش ايه الشغل اللي انا ممكن اقدمه هناك او ايه مجال العمل المطلوب هناك؟ بص، اكتر الشغلانات المطلوب هناك ورقه وقلم وركز واكتب ورايا: الداتا انتري. بص انا يعني هقولهم لك كده من الاسهل للاصعب، او يعني بص انا هقول لك الشغل وهقول لك ده سهل ولا صعب وتقدر تتعلمه بسهوله ولا لا، ومجال العمل عليه التنافس نظامه هناك، وانت ايه ظبط انت الدنيا. وعلى فكره الفريلانسنج ده ينفع للبنات والولاد وكل حاجه والدنيا مظبوطه هناك. الداتا انتري دي سهله، وعشان سهله مجال التنافس عليها صعب ومطلوبه. طيب ايه هي الداتا انتري ده؟ الداتا انتري ده زي مثلا واحد بيديك ورقه او بيطلب منك ان انت تصنف له حاجات معينه على برامج مايكروسوفت زي مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت اكسل، الباوربوينت والكلام ده كله. هو ده الداتا انتري. انت بتدخل له معلومات على برامج المايكروسوفت دي بس، وهي دي الداتا انتري. حلو، تخش على المجال اللي بعده: ترانسليشن اند ترانسكريبشن. ترانسليشن الترجمه، ترانسكريبشن الكتابه. ترانسليشن الترجمه معروفه، بيديك مثلا كتاب او نوفل، روايه او اي حاجه من الكلام ده، وبتترجمها من الانجليزي العربي او من عربي الانجليزي او من لغه للغه. تمام؟ لو انت قوي في اللغه خش في الموضوع ده، مش محتاجه خبره. ترانسكريبشن الكتابه، بيديك مثلا ملف PDF في صور وبيقول لك اكتب لي دي مثلا 50 صوره، وبيقول لك اكتبها لي على وورد. بيقول لك مثلا اكتبها حولها من صور لكتابه بس. هو ده ترانسكريبشن والترانسليشن. الفيديو اديتنج ده مجالي، ده بقى مجال مطلوب جدا. ده محتاج تاخد فيه كورسات وتعيش انت مع نفسك. مش لازم تاخد كورسات بفلوس. المجال ده انت ممكن تاخد فيه كورسات من على اليوتيوب مجانيه جدا وتعيش انت مع نفسك. يعني مثلا تصور فيديوهات مع نفسك وانت تعدلها بنفسك، تخش تشوف التوتوريالز على اليوتيوب ازاي تضيف انت الافكتس، ازاي تعمل انت الايديتنج، الكاتس، تريمز، كل الكلام ده. مش محتاج ان انت تاخد كورسات بفلوس، انت فاهمني؟ يعني انت لو عشت مع نفسك مثلا لمدة 6 شهور او 4 شهور وعرفت انت الدنيا ماشية ازاي، انت هتعرف تظبط الدنيا. انت تقدر تاخد انت الخبرات بنفسك، فاهمني؟ يعني ده اللي انا عملته، خدت كورس من على اليوتيوب مجاني وعشت انا مع نفسي. يعني انت لو دخلت على قناتي على اليوتيوب هتلاقي كل الفيديوهات اللي انا عاملها دي. يعني خش شوف اول فيديو زبالة، مفيش اضاءة، مفيش اي حاجة، الفيديو زبالة حرفيا. شوف اخر فيديو حلو يعني شغال، فاهمني؟ هو ده بالظبط اللي انا عملته. فبس من افضل الناس اللي انا يعني شفت لها فيديوهات بسم الله ما شاء الله عليه استاذ مصطفى مكرم. جرافيك ديزاين، جرافيك ديزاين طبعا يعني اكيد مشهور. ده بتصمم لوجوهات، بانرات اللي هي اليوفط، البيزنس كاردز، الكلام ده، بتصمم حاجات. يعني عايز تزق زقه بقى الموشن جرافيكس. بص حرفيا انت لو اتعلمت الموشن جرافيكس، بص طبعا انت لو اتعلمت الموشن جرافيكس فانت لازم تتعلم جرافيك ديزاين ولازم تتعلم الفيديو اديتنج، لان الموشن جرافيكس لازم يبقى جنبه الجرافيك ديزاين والفيديو اديتنج. حلو، لو اتعلمت الموشن جرافيكس فانا احييك، لان حرفيا الموشن جرافيكس فلوسه في السما، مجال التنافس قليل ومطلوب. فاللي هو حاول كده حط الثلاثه مع بعض في دماغك، هتلاقي الدنيا فيه جامده جدا. مثلا على الشغلانات بيبقى كام واحد مقدم؟ هتلاقي 5 10، قليلين جدا اللي بيقدموا. فتخيل ان انت مثلا لو واحد عندك خبره وفعلا شغلك كويس
وقدمت والعميل قبلك، بتبقى مثلا في الشغلانه مثلا $300 $500، فبتبقى لا الشغلانات فلوسها حلوه. فانت لو واحد عندك خبره في الموشن جرافيك، لا انت هتعدي بسم الله ما شاء الله، يعني انت بتعدي فعلا حرفيا. فانت لو اتعلمت الموشن جرافيك هتعدي، ومجال التنافس فيه قليل كمان، بس طبعا لازم يكون على الاقل خبرتك متوسطه او اكسبرت اللي هو خبير. طبعا سادس حاجه ما ينفعش ننساها وهي البروجرامينج او البرمجه. طيب نبتدي ازاي؟ انت بتخش على اب وورك، تعمل بروفايل، تختار التخصص اللي انا لسه قايلك عليه من شويه، تعمل بورتفوليو وهنفهم يعني ايه بورتفوليو كمان شويه، تحسن مهاراتك، تختار العميل، تكلم العميل، بتكسب العميل او تخلي ازاي العميل، يعني بتعمل حاجات عشان تخلي العميل يختارك انت دونا عن كل الناس اللي مقدمه على الشغلانه دي وكل الكلام ده. بص بقى، لو داخل فاكر ان الموضوع سهل، لو سمحت اعمل سكيب واقفل الفيديو، لان هو مش سهل، بس هو افضل بكتير من حاجات كتير جدا. فانت لو فاكر انه سهل اقفل الفيديو. طيب نبتدي. طيب انت دلوقتي قدامك حاجتين. طبعا انا عندي اكونت، بس انا للاسف الاكونت بتاعي القديم خالص اللي انا كنت بعمل، يعني كنت عامل عليه شغل وكان عندي فيدباك كتير وبتاع، الاكونت ده اتقفل. يعني انا عملت له دي اكتيفيت يعني لسبب معين، وعملت اكونت جديد من حوالي 6 شهور، فدلوقتي ما عليهوش فيدباك، يعني تعبت عليه شويه فلسه، وطبعا بسبب الامتحانات والكلام ده، يعني مش مهم التفاصيل دي. انت دلوقتي قدامك ايه؟ اختيارين. طبعا احنا داخلين نعمل ساين اب، داخلين نعمل اكونت جديد، لسه ما عندناش اكونت. قدامك حلين، يا اما تعمل كونتينيوس جوجل لو انت عندك حساب جوجل طبعا، يا اما تعمل كونتينيوس جوجل تمام، يا اما تعمل ساين اب تمام. مثلا لو هنعمل ساين اب، نخش نعمل ساين اب تمام، وتدوس ام فريلانسر تمام. طبعا في ام كلاينت لو انت داخل تعمل هاير لفريلانسر، لو انت مثلا عايز حد تشغله عندك، وانت ام فريلانسر لو انت داخل تشتغل، وتدوس ابلاي از فريلانسر تمام. في هنا الفيرست نيم واللاست نيم، يعني تدوس مثلا اسمك، انا اسمي علي كمال فاكتب علي كمال، وبتكتب الايميل بتاعك وبتكتب الباسورد، وبتدوس yes I understand and agree to the Upwork terms of service including the user agreements and privacy policy، وتدوس create my account. انا نفسي continue as Google تمام. دلوقتي مثلا ادوت ابو الا 4 ساعات بس عشان هيعمل فيريفيكيشن، فخلي بالك عشان هيعمل فيريفيكيشن لازم يكون تكتب جيميل او ايميل، الايميل ده يكون عندك على الجيميل، يعني يكون عندك جيميل للايميل ده عشان هيعمل فيريفيكيشن، هيجي لك جيميل هتعمل له فيريفيكيشن تمام. فخليك فاكر الايميل ده لازم يكون عندك الايميل ده فعلا. باسورد مثلا ايجيبت تمام. علي كمال، ادي الايميل، الباسورد، send me helpful emails to find rewarding work and job leads. دي اللي هي الصح المارك اللي احنا عاملينها هنا دي مثلا لو في شغلانه جات لك او في شغلانه نزلت على اب وورك ليها علاقه بالشغل بتاعك، هيبعت لك نوتيفيكيشن على الجيميل بيقول لك في شغلانه نزلت ليها علاقه بالشغل بتاعك، وتدوس create my account. your account has been created successfully، هو ده اللي انا بقى بقول عليه تمام. فانت هتروح على الجيميل تمام، اهو Upwork notification verify ايميل كده خلاص تمام، وهتدوس get started. دلوقتي دي الثلاث حاجات. هل دلوقتي انت لسه مبتدئ ولا intermediate متوسط I have some experience ولا انت خبير؟ طبعا انت لسه بادئ في الشغل، فانت هتقول I'm brand new to this. بس مثلا نفترض ان انت intermediate هتحط متوسط، يعني عادي مش مشكلة. دلوقتي بيقول لك انت داخل هنا ليه مثلا، يعني مثلا انت دخلك ايه، هتخش هنا تعمل ايه؟ هتعمل الدخل الاساسي ولا تاخد فلوس جنب شغلك الاساسي، ولا تاخد خبرة، ولا يعني بتسلي وقتك؟
طبعا هنا انا عن نفسي داخل علشان اعمل فلوس دخلي الاساسي. and how would you like to work؟ انت عايز تشتغل ازاي؟ هل انت عايز الكلاينت تشتري منك الشغل، ولا انت عايز تاخد الفرص بنفسك، يعني تلاقي الفرص بنفسك؟ طبعا انت افضل، يعني الافضل ان انت تلاقي الفرص بنفسك. تمام. وحط الماركة دي كويسة. I'm open to contract to hire opportunities، اللي هو انت الاتنين برضو، يعني برضو ان الكلاينتس ممكن يخشوا يبحثوا، يعني مثلا انت فيديو اديتور، تمام، فالكلاينتس مثلا لو هم نزلوا شغلانة ومحدش بعت بروبوزال ليهم، فانت الكلاينتس ممكن يخشوا يبحثوا فيديو اديتورز، فانت ممكن تظهر لهم، تمام، فيروح عامل لك انفايت. فانت لو ما عملتش المارك دي انت مش هتظهر لهم، تمام. فانت هنا بتقول I'm open to contract to hire opportunities، انا عادي يعني، فاهم. next create a profile. تمام. هنا انت قدامك 3 اختيارات، يا اما تعمل من لينكد ان. اللي ما يعرفش لينكد ان ده عامل زي الفيسبوك والانستجرام وتيك توك وكل الكلام ده، بس لينكد ان ده متخصص في الشغل بس، تمام. لينكد ان ده متخصص في الشغل بس. ابلود يور ريزوم. الريزوم ده سي في، عامل زي السي في، تمام. في الاوت مانيوالي انت بقى ايه هتحطه مانيوالي بايدك انت، فاحنا نختار في الاوت مانيوالي. حلو. got it. now add a title to tell the world what you do. نقول للعالم احنا بنعمل ايه. فيديو اديتور. هتكتب هنا انت ايه، انت بتعمل ايه. فانا كتبت فيديو اديتور. add your experience. if you have relevant word experience add it here. احنا لو دوست هنا add experience هيقول لك انت كنت شغال في شركه، مثلا انت كنت شغال في شركه، اكتب الشركه اللي انت شغال فيها، يعني ده بيدي العميل ثقه فيك اكتر. add your education. فانا facility of arts، تمام. next add language. الانجليش انا ده بس كده والله، basic و conversational. خلاص ماشي، خليها conversation. Arabic برضو، خلاص ماشي والله ما انا مزعلك. add your skill. video editing، مونتاج، music video، color correction. فاهم بقى انت مثلا لو عندك مثلا داتا انتري، بص هقول لك على حاجه انا بتبعها في كذا حاجه. انا لما بعطل، تمام، بخش على الوحش ده شات جي بي تي. ايه اللي انا بعمله؟ مثلا انا هنا مثلا في حاجات ما اعرفهاش، مثلا انا هنا color correction، color grading، تمام. انا كده وقفت مثلا انا في حاجات انا عارفها، تمام، بس انا نعتبر ان انا وقفت. ما اعرفش هكتب ايه تاني، تمام. هدخل مثلا على شات جي بي تي، اكتب فيديو editing tags مثلا. لا ده كده ابتدى يخرف، لا هو كده وقف كده يا صاحبي. ممكن نكتبها بس بطريقه تانية، فيديو editing hashtags. كده تمام. حلو. هو فكرني بحاجه مهمه ودي كنت المفروض اكتبها في الاول، تمام، ان انا اكتب اسمه ايه ده، الادوبي اليمنتس، اللي هي البرامج اللي انا بشتغل عليها، السوفت وير، اللي هي ادوبي افتر افكتس، وادوبي بريمير برو، وادوبي بريمير اليمنتس، وادوبي اهو. بس كده انا كنت هكتب بقى ايه حاجه تانية بس، تمام. ممكن بقى نكتب ايه color correction. تمام، احنا كده خلصنا السكيلز، تمام، حلو كده. نخش بقى على الحاجه التانية. انت برضو تقدر تحط السكيلز بتاعتك، تمام،
انت مثلا حطيت الداتا انتري مش عارف السكيلز اللي انت ممكن تحطها، خش على شات جي بي تي تظبط الدنيا، هو هيظبط لك كل حاجه. تمام. بعد كده خلصت، next write an overview. هنا يعتبر حاجات كتير. بيقول لك great now write a bio to tell the world about yourself. هنا مش to tell the world about yourself about انت اتخرجت من ايه وبتعمل، لا مش ده. هنا انت مثلا هو شارح لك هنا enter your top skills, experience and interests. This is one of the first things clients will see on your profile. هنا اول حاجه الكلاينت هيشوفها على البروفايل بتاعك. حلو. بيقول لك enter your top skills، السكيلز بتاعتك، experience خبراتك and interests. تمام. فانت هنا يعني وبرضه جايب لك مثال هنا اهو I'm a developer experience in building websites for small and medium sized business whether you are trying to win work lists your service or create a new online store I can help. تمام. فانت حاول برضه تظبط الدنيا، ما عرفتش Upwork فانت ممكن تظبطها. انت ممكن تقول Upwork هنا تقول له قصدي شات جي بي تي write a bio to tell the world about myself in work, my skills, experience and interests، وتكتب له تحت نقطتين كده I am مثلا data entry graphic design motion graphic اي حاجه. انا طبعا فيديو اديتور I am video editor. بس هو انا مبوظ الدنيا شويه، فاحنا هنحاول ان احنا ايه نظبطها. انا بس نقرا الدنيا نحاول ان احنا ايه نشوف هو قايل ايه برضه، عشان لو في حاجه عايز تتعدل نعدلها. طيب انا قريت اللي هو كاتبه البايو، بصراحه عظيم بسم الله ما شاء الله يعني. تمام. فانت عطلت خش على شات جي بي تي. انا بنصحك برضه تنزل برنامج اسمه جرامرلي، هو مش برنامج يعني هو اكستنشن بتنزله على جوجل كروم. من جوجل كروم تخش على جوجل كروم اكستنشن تكتب جرامرلي بتنزله، هو فوق هنا هو انت بتنزله وقت ما بتكتبه. لو انا كاتب حاجه غلط يعني مثلا هنا في الكلمه هنا اسمها ترولي، فاهم؟ انا هنا لو مسحت الواي هنا فاهم جاب لي هنا في شريط احمر هنا غلط. لو مثلا دوست عليه على البتاع هنا ترولي هيقول لي هنا ايه امسح الكلمه دي، ترولي هنا مكتوب غلط. انا لو دوست اكسبت كتب لي الواي، شفت؟ بس كده. فانصحك ان انت تنزله. next choose your categories. تمام. هنا search for a service عندي هنا ايه المفروض انت ما بتنزلش ليه يا غالي. فهو هنا موجود لي هنا فيديو اند انيميشن فاحنا هنحطها. تمام. بعد كده نيكست سيت يور ريت. تمام. هنا الاورلي ريت اللي هو انت بتشتغل قد ايه في الساعه. بص نصيحه مني حاول انك تخلي وقتك من 10 ل 20، ما تقلش عن كده وما تزيدش عن كده لانك لسه في الاول. لو زدت عن كده هيقول لك ده غالي وهو مبتدئ، ازاي يحط سعر اغلى من كده. وبعدين انت بالنسبه لك يا صاحبي انت الدولار عندك بسم الله ما شاء الله يعني غالي، فانت بالنسبه لك اساسا انت لو جات لك في الشغلانه 10 دولار فده 300 جنيه فده كويس. وما تنساش الموقع بياخد ضريبه، فما تنساش برضو ان انت لو جالك 10 دولار فاعتقد هيجي لك 8 دولار متهيألي. يعني مثلا خلينا نحط 10 دولار هنا 9 دولار هيجي لك 9 دولار. ف9 دولار فهي حاجه كويسه يعني اضرب 9 في حوالي 30 دلوقتي او 32 فهي حاجه كويسه. فحاول مثلا انك تحط 14 دولار 16 دولار فدي حاجه كويسه. يعني مثلا نحط 15 كويس هيجيلك 13 ونص فكويس. add your photo and location. مثلا نحط فوتو هنا attach فوتو. انا حاطط الصوره دي على فكره للبروفايل بتاعي. لو انت بتعرف تعمل فوتوشوب الصوره دي طبعا مش هي الاصليه، يعني هي دي الصوره الاصليه اللي هو الوش بتاعي واللبس بتاعي وكل حاجه، بس انا حطيتها على الفوتوشوب وعملت جريدينت، حاجه على الفوتوشوب اسمها جريدينت تول عملتها. حاول تخلي ابتسامتك تكون الابتسامه تكون بسيطه بحيث ان العميل اول ما يشوفك يعني يستريح لك شويه. وخلي الصوره تكون صوره سي في، ما يكونش وراك حاجه، فاهم؟ يعني تكون الصوره صوره فورمال شويه. انا طبعا هغير الصوره دي احط صوره ثانيه
عايز صورة تانية. انتر ستريت ادريس. حط على البطاقة، اهم حاجة البطاقة. خش على اي برنامج ترجمة كويس، اكتب اسم البطاقة، اكتب الستريت ادريس بتاع البطاقة. اللي انا كتبته ده هو اللي في البطاقة، هتاخده تحطه على اي برنامج ترجمة كويس، وتاخده بالانجليزي تحطه. تليفون، رقم التليفون، هتكتب رقم التليفون عادي جدا وتدوس ريفيو يور بروفايل. بس كده يا معلم، الف مبروك، ادي كده البروفايل بتاعك. تمام. خش بس على اللانجوج نظبطها عشان هي مش كونفشنال طبعا، وان شاء الله عندك برضو يكون الانجليش يكون مش كونفشنال، يعني ان شاء الله يكون فلوينت عشان يعني تعرف تتكلم مع العميل. طبعا الارابيك نيتيف. لو الانجليش عندك مش فلوينت، في برنامج كويس جدا انا ساعات بستخدمه طبعا، يعني اسمه ريفيرسو. الويب سايت ده كويس جدا. الويب سايت ده يعني هو كويس في الترجمه بس مش افضل حاجه. دوسنا سيف. خشنا طبعا على الاديوكيشن، فاسيلتي اوف ارتس انجلش سيكشن. تمام. هنا اعتقد احنا بادئين من 2023 وهننتهي 2028. هنا ديسكريبشن، يعني بيقول لك مثلا انت هنا بتاخد ايه في الكليه والدنيا ايه نظامها هناك، بيعلموكوا ايه، استفدت ايه من الكليه، ومش عايز تكتبه خلاص مش مشكله. هنا الورك هيستوري، يعني لا زي الاكسبيرينس، انت اشتغلت فين قبل كده، احنا قلنا مفيش. بس سبميت بروفايل. هنا بيقول لك ان البروفايل بتاعك يعني هتعمل له فيريفاي خلال 48 ساعه. دلوقتي البروفايل ده انا همسحه وهخش لكم على البروفايل الاساسي بتاعي الفيديو الجاي ان شاء الله، وهفهمكم بقى الدنيا على اب وورك نظامها. هصور الفيديو دلوقتي حالا وهنزله بس بعد الفيديو الجاي. Ladies and gentlemen، سلام.